إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أنزل الله تعالى كتابه المبين هدى للمتقين. أنزل الله تعالى القرآن الكريم هدى للناس، هدى الله تعالى جميع الناس هداية دلالة وإرشاد. وكان هدى للمتقين، هدى الله تعالى به المتقين ووفقهم وألهمهم الصواب والسداد. فكان للمتقين هدى، كان للمتقين هدى لأن الله تعالى قد هداهم به هداية التوفيق والإلهام. أنزل الله تعالى كتابه المبين هدى للمتقين، وأنزل فيه سورة التوبة براءة من المشركين، فقال في أولها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أنزل الله تعالى سورة التوبة براءة من المشركين، وجعلها الله تعالى فاضحة للمنافقين، فما زال الله تعالى يذكر فيها المنافقين بأنواعهم وأوصافهم وأشكالهم وأحوالهم، ويذكرهم بقوله ومنهم ومنهم ومنهم. فمما ذكر الله تعالى في هذه السورة الفاضحة للمنافقين، هذه السورة التي وضح الله تعالى فيها وأبان كيف تكون البراءة من المشركين، وبين فيها الكثير من أحكام التعامل مع المشركين. فلا تستغرب بعد هذا إذا وجدت عمل كثير من المسلمين وكثير ممن ينتسبون لهذا الدين وكأن سورة التوبة لم تنزل من عند رب العالمين على قلب رسول الله محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولكن كما قال الله تعالى: لولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. مما ذكره الله تعالى في هذه السورة فضحا للمنافقين ما ذكره بقوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أي كلام ويصدق أي شيء، يقولون هو أذن. الله تعالى قال: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوحي من الله تعالى فيميز الحق من الباطل ويسدده ربه سبحانه وتعالى فلا يقبل الباطل والكذب. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، وجعله الله تعالى حجة على الكافرين. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال الله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وهذا ينبغي أن يعلمه كل من يحادد الله ورسوله وكل من يضاد دين الله تعالى. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن جرير وغيره من طريق عبد الله بن وهب رحمه الله: كان في مجلس في غزوة تبوك رجل تكلم وقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونة ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يعني يتكلم عن علماء الصحابة أو الأكابر والخيرين والمقدمين في الصحابة، وهو من ضمن الناس، بل كان كما يذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان هذا في مجلس في غزوة تبوك، يعني كأنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في هذه الغزوة في الظاهر، لأنه كان في الظاهر مع المسلمين، لكنه نطق بهذا الكلام الذي فيه الاستهزاء بالعلماء، الذي فيه الاستهزاء بالصحابة الأولياء، والعلماء ورثة الأنبياء. قالوا هو وغيره: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة أرغب بطونة، يعني يريدون الأكل والشرب ويريدون الدنيا لا يريدون الآخرة، ولا أكذب ألسنة يعني يتهمون أهل الصدق والاستقامة بالرياء، ولا أجبن عند اللقاء يعني في الواقع لا يغنون شيئا، كمثل ما ترى ناسا من المنافقين في يومنا هذا يرددون مثل هذا الكلام عمن يكون من المستقيمين والصادقين أو من يظن به هذا. تراه والعياذ بالله لا في العير ولا في النفير، تراه مفلسة، ترى عليه ربما كل علامات النفاق والمنافقين، لكنك تجده إذا ما ذكر أي متدين وأي مستقيم إما ابتداء أو تدرجا، لأن بعضهم يقول لا أنا الدين ليس عند هؤلاء عند هؤلاء، ثم بعد قليل هو يريد أن يسب الدين كله وأن يسب أهل الدين جميعا، لأن عنده نفاقا وعنده بغضا وغلا ضد الدين وأهله، فيقول مثل هذا الكلام، يقول كل الذين يتكلمون باسم الدين وكل الذين يهتمون بالدين وكل هؤلاء الملتحين الذين عندهم اللحى الذين زينوا وجوههم بسنة الأنبياء وثبتوا على الفطرة وكانوا على منهاج رسول الله ومنهاج الأولياء والصالحين من عباد الله، يقول كل هؤلاء الملتحين تجار يتاجرون بالدين، فيجمع بين سوء الظن والكذب والغيبة وفساد الحال والمقال، يجمع مع هذا أيضا استهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يستهزئ بشيء من دين الله أو ثواب الله تعالى أو عقابه فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. الذي يستهزئ بشيء من مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له لحية، وكان كما في صحيح مسلم غزير شعر اللحية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يلبس قميصا صفته كذا، وكان يلبس عمامة شكلها كذا، من يهزأ بشيء من هذا ويهزأ بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يعرض نفسه لمثل ما عرض هذا الذي استهزأ نفسه. قال هذه المقالة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل من المسلمين: بل أنت تكذب وإنك منافق. وقال له: لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل القرآن، نزلت هذه الآيات المباركات. يقول ابن عمر: فلقد رأيته، هذا الذي تكلم بذاك الكلام الأول، فلقد رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. قال ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فقال الله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله ما عندهم من النفاق، يعلم الله ما عندهم من البغض لدين الله، يعلم الله ما يريدون من انتشار الفسق والفجور بين عباد الله، من تفشي الإلحاد والارتداد عن دين الله سبحانه وتعالى. والله تعالى مطلع على ما في قلوبهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم. لماذا إذن يوجدون؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لله الحكمة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا المقرر المجمع عليه بين أهل العلم أن من استهزأ بشيء من دين الله، بشيء من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشيء من شرع الله، بشيء من ثواب الله أو عقاب الله، من استهزأ بشيء من دين الله كفر والعياذ بالله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة مبينا عموم أحوال المنافقين، قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كما قال الله تعالى أيضا في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إياك أن تسمع كلاما فيه استهزاء بشيء من شرع الله أو فيه خوض أو فيه كلام جهلة مفسدين منافقين في دين الله أو حول شيء من شعائر الله أو حول شيء من مظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تشارك في هذه المجالس حتى لو من على البعد، حتى لو من وراء الشاشات. احذر الشبهات، تأتيك شبهة، تأتيك ضلالة، وعندنا نقص عظيم في العلم والعمل، فتأتي الشبهة وتنفذ إلى القلب ويتمكن النفاق من القلب تمكنا يكون تدريجيا في كثير من الناس حتى يرجع بعد سنوات عارفا ما كان ينكر ومنكرا ما كان يعرف. كما قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. من آثار هذا النفاق أن صاحبه يكون ولاؤه للمشركين، يغضب لهم، لا يحب أن تظهر البراءة منهم ولا أن يتكلم بكلام الله عنهم ولا أن يتخذ الموقف ضدهم كما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالحق والعدل لا بظلم لأحد. ليس في الإسلام ظلم لأحد ولو كان كافرا ولو كان محاربا، بالحق والعدل الذي أنزله الله تعالى وارتضاه. نمشي في الدين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال في الآية التي بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عباد الله احرصوا على تقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.